السلام عليكم. ايه الاخبار يا رجاله؟ قبل ما ابدا كلام في الموضوع بتاع الفيديو، حابب اشكر الناس اللي بتتفاعل معايا، ويا ريت لو المحتوى عجبك اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك. يا ريت يبقى في تفاعل ما بيننا. عندك اي تعليق انزل في الكومنت سيكشن قول اللي انت عايزه. تعارض معايا مفيش حاجه خالص. لو المحتوى اللي انا بقدمه بيعجبك وحابب تشوف محتوى اكتر، عشان انا طبعا ما بنزلش فيديوهات كتير، يا ريت تعمل سبسكرايب عشان انا احس ان في تفاعل مع الناس وابدا اشتغل في الموضوع اكتر. المهم، حاجه سريعه قبل ما ابدا. طبعا الناس كانت بتشتكي من الكواليتي بتاعت الصوره والكواليتي بتاعت الصوت، فانا حبيت احسن الموضوع بتاع الصوت ده بان انا اركب الهاند فري، لان انا بصور من التليفون طبعا، مش ما عنديش كاميرا بروفيشنال يعني اصور بيها. ومساله الصوره دي هنبقى نظبطها يعني ان شاء الله بعدين، انا بدور على كاميرا دلوقتي. المهم ندخل في موضوع الحلقه او موضوع الفيديو. الموضوع بتاع النهارده انا عايز اكلمك انت بتاسس السايكل بتاع التمرين بتاعتك على اي اساس. هنسمع دايما عن حاجه اسمها برو سبليت. برو سبليت اللي هي ايه؟ اللي هو انت اول ما بتنزل جيم بتلاقي دايما الكابتن بيقول لك ايه، هتخش بنش ظهر كتف دراع رجل. وطبعا في اغلب الكباتن بتقول لك ما تلعبش رجل اول ما تتمرن في الاول. طبعا مش محتاج ابرر لك واشرح لك ان ده كلام غلط. طبعا انت لازم تتمرن رجل عادي جدا. مفيش حاجه اسمها الرجل هتاثرك، العقله هتطولك، الكلام الحمصي اللي احنا كنا بنسمعه في الصالات البلدي القديمه. طبعا مع احترامي الشديد للصالات البلدي القديمه، كلنا طلعنا من الصالات دي. انا شخصيا قعدت 5 سنين بتمرن في صاله في مصر الجديده، ما عنديش اي اعتراض معاها يعني. المهم، طب انت بتقسم العضلات بتاعتك على اي اساس؟ هل انت لازم تلعب بنش ظهر كتف دراع رجل، ولا ممكن تلعب حاجات تانية؟ هتلاقي حد بيقول لك العب بوش بول ليج، اللي هو تلعب التمارين بتاعت الدفع في يوم، تمارين السحب في يوم، تمارين الرجل في يوم. ممكن تلعب ابر بادي لور بادي على يومين. ممكن تلعب فول بادي ورك اوت. هل الحاجات دي بتفرق؟ اقول لك انا بقى يا سيدي، انت دلوقتي واحد مبتدئ لسه بادئ تمرين، مش هيفرق معاك خالص انت المفروض تقسم تمرينتك ازاي. بمعنى ايه؟ انا واحد عضلات جسمي كلها فيها ضمور، او هي اصلا انا مش متعود على التمرين، فلعبت بنش ظهر كتف دراع، لعبت بوش بول ليج، لعبت ايا كان، مش هتفرق في حاجه. انما انت كمبتدئ مش مجبر انك تبدا التمرينه، انك تبدا السايكل بتاعتك باللي هو بنش ظهر كتف ده رجل. عادي انت ممكن تلعب اي حاجه. الفكره ان انت لما بتلعب البنش ظهر كتف دراع رجل، اللي هي السبليت الطبيعيه اللي احنا كلنا متعودين عليها، وما بتدخلش عضلات كتير مع بعض، انت بتركز على العضله دي بس. بمعنى ايه؟ يعني انت لما بتلعب بنش لوحده بتعرف ازاي ان انت تركز على البنش العلوي، والبنش اللي هو العضله اللي في النص، الاسترنال هيد والابدومينال هيد. انت عندك ثلاث رؤوس في عضله التشيست. فانت لما بتكون بتلعب بنش لوحده بتعرف ازاي تقسم التمرين، وفي نفس الوقت عشان انت راجل مبتدئ ما بتتعبش. لكن هل لو انت لعبت بوش بول ليج ده غلط عليك؟ لا مش غلط، مفيش اي مشكله، عادي جدا. بس الفكره ان الناس لما انت بتكون مبتدئ بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ايه، ما يصعبوش عليك الموضوع، فيديك تلعب بنش لوحده. طيب حلو. طب انت دلوقتي راجل متقدم شويتين في التمرين، بتلعب مثلا بقالك 5 6 7 سنين، بتقسم التمرينه بتاعتك على اساس ايه؟ السايكل بتاعتك. في ناس تقول لك لا انت لازم تفضل تلعب البرو سبليت بتاعتك او تلعب بوش بول ليج. هي مالكش دعوه الناس بتلعب ايه. بص على نفسك في المرايه، شوف ايه العضله اللي عندك اللي فيها مشكله وحط لها الاولويه. بمعنى ايه؟ انا هديك مثال على نفسي. انا واحد دراعي كويس جدا جدا الحمد لله، يعني انا ربنا مبارك لي في دراعي اتمرنه ما اتمرنوش هو بيكبر لوحده كده. يبقى انا ليه اتمرن دراع بنفس الشده اللي المفروض اتمرن فيها عضله تانية عندي فيها مشكله؟ بمعنى ايه؟ انا واحد عندي مشكله في عضله التشيست عندي اقل شويه من باقي عضلات جسمي. عضلات جسمي كلها كبيره والتشيست عندي مش كبير بنفس التناسق، لان احنا في الاخر بنلعب كمال اجسام مش رفع اثقال. فانا بدور على تناسق العضلات مع بعض. فباجي انا شخصيا بعمل ايه؟ بقسم التشيست بتاعي على يومين، ما بلعبوش في يوم واحد. انا حر يا عم، انا شايف ان انا عندي مشكله في التشيست. طب انا عندي مشكله في عضله تانية ولا لا؟ انا كمصطفى عندي مشكله في عضله الكتف. حلو قوي. انا كمصطفى بيني وبين نفسي قعدت مع نفسي كده، قعدت اخترع سايكل انا شغال عليها بقالي شهرين اهو، وشايف فيها نتائج كويسه جدا. بعمل ايه؟ باخد البنش العالي مع الكتف الامامي ادي يوم، اخد الظهر والكتف الخلفي ادي يوم، اخد البنش الفلات وتراي ادي يوم، واخد الكتف الجانبي والباي ادي يوم، ورجل ادي يوم. يبقى انا كده خدت 5 ايام سايكل مش هتسمع عنها في اي حته ولا ليها اي علاقه باي حد في الدنيا. انا اللي مصممها على نفسي
وانا اللي مظبط العدات والاوزان ومظبط كل حاجه لنفسي، لان انا عارف طبيعه جسمي ايه. طب انا دلوقتي يا عم قبل ما اصمم لنفسي السايكل الغريبه دي اللي انت عمرك ما هتسمع عنها، لعبت البرو سبليت، لعبت البوش بول ليجز، لعبت الفول بادي ورك اوت، لعبت ابر بادي لور بادي، لعبت الحاجات بتاعت ارنولد، لعبت الحاجات بتاعت فيل هيث، كل التمارين اللي احنا بنسمع عنها على الفيسبوك وعلى الميديا بصفه عامه. تخش يقول لك تمرينه فلان، تمرينه علان. مالكش دعوه بحد، انت لازم تبص على نفسك وتحدد المشكله فين، وعلى اساس المشكله تبدا تشوف الاولويه بتاعت العضلات بتاعتك ايه هي. فانا بالسايكل اللي انا اخترعتها لنفسي دي عملت ايه؟ قسمت، لو انت خدت بالك انا مقسم البنش والكتف، الكتف مقسمه على 3 ايام والبنش مقسمه على يومين، عشان ادي كل راس حقها. يعني انا باجي في يوم البنش العالي بلعب بنش عالي بحق ربنا، بديله كام حركه كده بظبطه. وباجي في يوم البنش الفلات بديله بنش فلات ايه كده، بقعد اتمرن بموته. طيب ده ياخدنا للحته اللي جايه. ايه هي الاوفر تريننج؟ الاوفر تريننج، او انك تسمع واحد في الجيم يقول لك ايه ده، ما تتمرنش كتير كده عشان انت كده هتحرق العضله. عضله ايه يا عم اللي تتحرق يا عم وتولع وتشيط وبتاع، ايه الكلام الغريب ده؟ طيب ده مبدا اسمه اوفر تريننج. اوفر تريننج يعني ايه؟ يعني انت بتدي العضله بتاعتك مجهود زياده عن اللزوم، مش بتديها فرصه ان هي تعمل ريكفري صح. طب ده معناه ايه؟ هل ده معناه زي ما الناس بتقول لك ان انت لو عضله اتحرقت مش هتكبر تاني وخلاص كده انت اركن؟ الكلام ده مش صح. الاوفر تريننج موجود، انت لازم تدي فعلا كل عضله حقها من الريكفري، وكل ما العضله كبرت كل ما خدت وقت اكتر في ان هي تعمل ريكفري، وكل العضله ما صغرت كل ما خدت وقت اقل انها تعمل ريكفري. مظبوط جدا. اللي بيحدد الاوفر تريننج ده ايه هو؟ اكلك، نومك. يعني انا دلوقتي واحد بلعب مثلا 5 حركات في الدراع مثلا، ومعايا واحد صاحبي تاني بيلعب 5 حركات في الدراع، بس انا وهو اكلنا وحياتنا بره الجيم مش هي هي. انا باكل كويس جدا وبنام كويس جدا وبتمرن نفس الحركات اللي هو بيتمرنها، لكن هو مش بياكل كويس ومش بينام كويس وبيتمرن نفس الحركات اللي انا بتمرنها. ولكن لما تبص تلاقي ان انا بأدي في التمرين احسن واستجابة جسمي اسرع منه. بس هو حصل له اوفر تريننج، انا ما حصليش. ليه؟ لان انا مظبط الاكل بتاعي والراحه على قد الورك اوت فوليوم بتاعي. بمعنى ايه؟ احنا زي ما قلنا لك قبل كده لعيبه كمال اجسام مش رفع اثقال، اذا احنا بنركز على الهايبرتروفي. هايبرتروفي يعني التضخم العضلي، يعني عايزين عضلاتنا تكبر مش عايزين نبقى اقوى. انا مش فارق معايا انت بتشيل كام خالص، انا فارق معايا شكل جسمك عامل ازاي، التناسق بتاع جسمك عامل ازاي. العامل الاساسي اللي بيأثر على الهايبرتروفي او الحجم بتاع العضله بتاعتك هو الورك اوت فوليوم. الورك اوت فوليوم ده عباره عن ايه سريعا كده؟ هو انت مثلا هنتكلم عن تمرينه البنش بريس بالبار. انت مثلا لعبت مثلا 3 مجاميع 10 عدات، كل مجموعه 100 كيلو، 100 كيلو يا عم. انا عايز احسب الورك اوت فوليوم بالنسبه للتمرينه دي. اذا انا لما بلعب، ركز معايا، لما بلعب البنش بريس 3 مجاميع بال100 كيلو، كل مجموع 10 عدات، الحاجات دي بتحسسني ان انا التشيست عندي شغال وان انا تعبت وان انا تمرينتي جابت نتيجه. وما بصيت على الحاجات دي لقيت نفسي ان انا بكبر لما بعمل كده. بس لما قعدت فتره بلعب نفس الحاجات دي لقيت نفسي مش بستجيب، او عضلتي مش بتستجيب، او عضلتي بطلت تكبر. اعمل ايه ساعتها بقى؟ احسب الورك اوت فوليوم بتاع التمرينه دي ايه. اذا هنضرب التلاتة في ال10 عدات في ال100 كيلو يدينا ايه؟ 3000. اذا الورك اوت فوليوم بتاعك في الحركه اللي انت بتركز فيها دي، اللي انت عايز تشوف مستواك فيها بيتقدم ولا لا، اللي هي البنش بريس الفلات، اللي هو بيأثر على العضله الوسطى زي ما بيقولوا، اللي هي الاسترنال هيد، بيديني 3000. اذا انا لازم لو عايز مستواي يتقدم في الحركه دي وعايز العضله اللي الحركه دي بتمرنها تكبر، لازم ازود الورك اوت فوليوم ده. ازوده ازاي؟ احنا اتفقنا ان هو العدد، عدد المجاميع في عدد التكرارات في الوزن. اذا انا عندي 3 عوامل، لو زودت منهم اي عامل هزود الورك اوت فوليوم بتاع الحركه دي. اذا انا ممكن بدل ما العب 3 مجاميع العب 4، بدل ما العب 10 عدات العب 12، بدل ما العب بال100 كيلو العب بال120 كيلو. طب الموضوع ده محكوم يعني ممكن افضل ازود وخلاص؟ لا طبعا. انا دلوقتي ال 3000 اللي جابوا لي عضله معينه كنت باكل معاهم اكل معين كان متماشي مع ال 3000 دول. طب لو انا خليت ال 3000 دول 4 واكلي فضل هو هو، يبقى انا كده بخش في مرحله الاوفر تريننج. انت فاهم انا عايز، يعني فاهم انا عايز اوصل لك ايه؟
اذا الاوفر تريننج توصل له امتى؟ لما يكون الورك اوت فوليوم بتاعك غير متماشي مع النظام الغذائي بتاعك. انا هقول لك على في ابلكيشن لطيف جدا انا بستخدمه على الموبايل بتاعي لما اكون بتمرن، اسمه فيت نوتس. فيت نوتس هكتب لك اسمه واحط لك اللينك بتاعه عشان تنزله. الابلكيشن ده لطيف جدا ومتعاون جدا بصراحه. بتدخل له اسم التمرينه، يعني هو مثلا بيقول لك ان انت عندك التمارين متقسمه كالاتي: شولدر، تشيست، باي اند تراي، ليجز. بيقسم لك تقسيمه كده، وجواها الابلكيشن جواه شويه تمارين، والابلكيشن بيديك الاوبشن ان انت تدخل تمارين زياده. يعني هو مثلا هنفترض ان هو في البنش مدخل لك البار والدمبل واللي هو التجميع والبار والتفاتيح، وانت عايز تدخل الكابل اللي هو الكروس اوفر ده، هتلاقي زرار فوق علامه بلس تدخل اسم التمرينه وتدخل التمرينه دي في انهي عضله، يدخلها لك. لما تعمل سيلكت للتمرينه دي بتعمل لوج لعدد التكرارات وعدد المجاميع والوزن على مدار اسبوعين 3 4، شهر 2 3 4، وتيجي تخش على التمرينه تلاقيه راسم لك جراف للورك اوت فوليوم، تشوف الورك اوت فوليوم بتاعك بيزيد ولا بيقل، مستواك بيزيد ولا بيقل. طبعا الابلكيشن ده فيه حاجات تانية كتير جدا زي الاستيميتد 1 ريب ماكس، اللي هو قوتك في التمرينه دي قد ايه، اللي هو لو رفعت عده واحده تبقى قد ايه، التوتال ريبس اللي هو المجاميع بتاعتك في الحركه دي من ساعه ما لعبتها كانت قد ايه. ابلكيشن لطيف جدا وهيعجب اغلب الناس يعني لو واحد مركز في التمرين. بس اذا عشان نلخص اللي احنا قلناه في الفيديو ده كله كده: انت بتقسم السايكل بتاعتك على اساس العضلات الضعيفه عندك. تاني حاجه الورك اوت فوليوم هو المسؤول عن الحجم العضلي مش الوزن، يعني انا مش فارق معايا انت بتشيل قد ايه، وجسمك مش هيفرق معاه انت بتشيل قد ايه، انما لعيبه كمال الاجسام بتركز فيه الورك اوت فوليوم، يعني انت بتشيل كم مجموعه، كل مجموعه كم عده، كل مجموعه كم كيلو. انت كده تبدا تخش في مرحله الهايبرتروفي. تالت حاجه لازم تركز ان الورك اوت فوليوم بتاعك بيتغير مع تغير نظامك الغذائي، يعني ما ينفعش نظامك الغذائي يبقى هو وشده تمرينك تزيد، لان ساعتها هتخش في مرحله الاوفر تريننج. اظن انا كده خلصت اللي عندي، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ولايك للفيسبوك بيج، وسلام عليكم.